نينطاسه سيجار بالكفته. اول حاجه تنشحروا البصله، تنضيفوا لها الكفته، التوابل، الزيتون، قزبر ومعدنوس والشامبينيون او الفلفل الاسود اللي تنكونوا درناه في المغليان حتى كيرطاب، وكنقطعوه رقيق. من بعد كنضيفوا الشامبينيون، كنخليو الحشوه تبرد وكنضيفوا ليها الفرماج محكوك. كناخذوا الورقه تندهنوها بالزبده وكنديروا فيها الحشوه وكنديروا على شكل السيجار كيما شفتوا هنا الطريقه كيفاش. كنجمعوا الورقه وكنضغطوا بصبعنا من الجناب باش هكا يتجمع معنا هذاك السيجار، وحنا كنلويو وحنا كنحطوا صبعنا من الجناب. صافي تنديروا في الطاوله اللي غتدخل الفران، تندهنوهم بالزبده وتنشعلوا لهم الفران من التحت تقريبا واحد 20 دقيقه. من بعد نحمروهم من الفوق، كيكونوا مازال سخان تندير لهم شويه الفرماج من الفوق وكنعاود ندخلهم الفران يكون طافي غير هذيك السخونيه باش هكا الفرماج يلصق ويذوب معنا. كانوا هذا هما السيجار ديالنا كما شفتوا تيجيو لذاذين وبمذاق ديال الحوت، لان فيهم عطريه ديال الحوت. بالنسبه للتوابل غنخليهم لكم في صندوق الوصف، كتلقاوهم كاملين مضبوطين. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.